أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. بس البداية أنا اليوم مسوي ترتيب جديد، ماشي؟ فلأنه ترتيب جديد فخلوني أرجع للأمور، وإن شاء الله الأمور تكون على ما يرام، وإن شاء الله يكون وضعكم تمام. الصوت فيه صدى. أهلا، شفت كيف؟ أهلا بالعيد، ما هي مشكلة. الصوت فيه صدى. من فين الصدى؟ من وين الصدى؟ حنعرف إن شاء الله من فين الصدى بعد قليل. خليك معانا. من فين الصدى؟ صدى ثقيل مرة ولا مو مرة؟ دقيقة خليني بس أسمع. صدى ثقيل مرة ولا مو مرة؟ دقيقة خليني بس أسمع. أيوه، لا كويس يا جماعة الخير، ما في صدى. معليش بنحاول نهدي ونحاول نظبط الأمور، وبنحاول كذا اليوم عشان إيش نبغى نجيب. أيوة، هنا يبدو لي هنا يتظبط كذا. نسوي كذا. شوف الآن إيش رأيكم في الصوت؟ أيوة، أعطيني. لا سماعتي ما لها علاقة، حرام. نسمع نشوف. اسمع. لا كويس يا جماعة الخير، ما في صدى. معليش. حلو، طيب ماشي، حلو. حياكم الله وبياكم. يا هلا ومرحبا. ترى اسمعوا، إذا أذن المغرب بمشي، فلا حد يقول لي صدى وما صدى ومش عارف ايش. يعني قاعدين نحاول نظبط الامور ونظبط المظابيط، لانه في عندنا ضيوف اليوم، وعشان عندنا ضيوف خلينا قاعد عاقلين ونسمع الكلام وما نبغى ايش اسمه شغب. يا اخي دوبنا بعدين، بس كيف في واحد اعطى ديسلايك يعني؟ دقايق. اعطونا نسير الرابط على ال ايش اسمه، على تويتر ونجيكم. نقول كوشنر يفتري على الشعب السعودي، والكويت تشتعل. يعني حد ينط يقول واحد تلك امانيهم ان تشتعل بلادنا. طيب بث مباشر، يعني الاحداث ساخنه يعني. واذا في اي خطا فني، اي خطا تقني، اي خطا تكتيكي، اي خطا كذا، ان شاء الله انكم تعذرونا، وان شاء الله ان الامور تكون على ما يرام. طيب يا حبايب قلبي، بسم الله. ننزل الرابط. اول شيء في بدايه اللقاء، بدايه البث اليوم، ابى اتكلم عن جزئيه مهمه. اليوم مرت 10 سنوات على الثورة السورية، وحينما أريد الحديث عن الثورة السورية أنا لا أتحدث هنا عن الشعب السوري وعن دولة سوريا وعن ما يحصل في حدود دولة سوريا، وإنما أنا أتحدث بشعوب منطقة كاملة، ومنطقة كاملة تتأثر بشكل أو بآخر بطبيعة الحال ما يجري فيها. لا أريد أن أكون أنانيا، لا أريد أن أكون إنسان يعني يهتم لمصالحه، يهتم ل يعني أهواءه، يهتم بما يحصل في بلده فقط، لأني أنا أؤمن بكل بساطة أن ما يحدث في سوريا سينعكس علي، وما يحدث في الأردن سينعكس علي، وما يحدث في السعودية سينعكس على البحرين، وما يحدث في السعودية ينعكس على اليمن، وما يحدث في اليمن ينعكس، وهكذا. فلا يمكن بأي شكل من الأشكال أننا نعيش في هذا الوضع وفي هذا الظرف ونقول أنه ليس لنا علاقة، لا يهمنا ما يحدث، لا يهمنا ما يجري، والأمور كلها عالي العال، وكل شيء على ما يرام، وكله تمام يا فندم. هذا الكلام ما يصير. لو كانت الثورة السورية في وقت من الأوقات منتصرة، وحققنا الانتصار الذي نصبو إليه ونتمناه ونرجوه، وهو أن ينال الشعب السوري حريته، لما كان لإيران اليوم التي تزعجنا في اليمن أن تتمدد بشكل أكثر. ما كان من الممكن لدولة مثل إيران اليوم أن تصبحنا وتمسينا بالصواريخ، لأنه ذراع من أذرعها قطع في سوريا، لأنه تم الضغط عليها، لأنه تم الضغط نحو عراق آمن موحد لا تحكمه ميليشيات وعصابات، لأنه تم الضغط على لبنان آمنة مطمئنة لا تحكم بسلاح أي جماعة أو أي عصابة أو أي إلى آخره. لكننا في لحظة من اللحظات ممكن أصابتنا حالة من الأنانية، وكثير من الناس تجاهل ما يجري في تلك الدول، وقلنا ما لنا شغل.
خلوني اسوي اتصال سريع بس باحد اصحابنا اذا كان موجود ويسمع ويتابع. 100 الصوت الحين. كيف الصوت الان؟ دقيقه، شوف هذا مشرف، لا تكتب لي الصوت ترى تلف وتدور، ترى في مشرف معانا موجود. كيف الان الصوت يا مدير؟ ايوه، اذا قال لي الصوت كما تمام، فاي واحد بعد كذا يكتب الصوت نشك وضعه، ننتظر منه اجابه. ايوه، 100 انتهى. هذا مدير كبير، ترى مدير كبير قال 100 انتهى الامر. هذا بما يحصل في الثوره السوريه. نترحم على الشهداء الذين راحوا ضحيه القتل باي ذريعه كانت. واسال الله سبحانه وتعالى ان تكون سوريا في مستقبل الغد دولة آمنة مطمئنة يحصل شعبها على حقوقه وعلى كرامته ويعيش فيها آمنا مطمئنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مش سوريا بس، سوريا والعراق والسعودية وقطر والكويت والإمارات وكل الدول من حولنا. هذا اللي نتمناه لبلادنا. قولوا آمين، قولوا آمين. معليش إذا في صدى، عشان اللي ما فهم من المرة الأولى يفهم من المرة الثانية. معليش، اللي ما فهم من المرة الأولى يفهم من المرة الثانية. هذه حلاوة الصدى. لا، ما اقدر اشيل السماعه عشان الضيف اللي معايا الان. طيب، نخش في الامر الاخر والموضوع الثاني. انا اعتقد انكم لاحظتوا خلال اليومين اللي راحت، يعني خلال اخر 48 ساعه، ضاحي خلفان اللي كان ماسك في وقت من الاوقات شرطه دبي، وصل الرجال هذا الى مرحله وبدا يتكلم ويهاجم السعوديه بتغريدات مباشره وتغريدات غير مباشره. الاشكاليه وين؟ الاشكاليه انه في ناس حسوا انهم انجرحوا. يعني قالوا ليش ضاحي خلفان يتكلم فينا بالشكل ذا؟ ليش ضاحي خلفان يكلمنا بالطريقه هذه؟ احنا مطعونين، احنا مجروحين، احنا مصدومين، احنا الان يعني انتم جرحتونا فيما يحصل. طيب، واحد يسالني سؤال يقول لي عمر انت ايش رايك في الزوبعه هذه؟ اللي هل هي زوبعه؟ هل هو خلاف سعودي اماراتي؟ والله اقول لك انا ما عندي معلومات واضحه، ما اقدر اعطيك يعني خبر نهائي، ولا اعطيك تحليل نهائي واقول لك ما الذي يحصل وما الذي يجري، لانه واضح بكل صراحه ووضوح انه احنا عندنا في السعوديه في حاله تخبط. في حاله تخبط. الناس ما هي عارفه احنا فين متوجهين. احنا مع الامارات؟ طيب احنا متصالحين مع قطر؟ طيب احنا مع نبغى نتقارب مع تركيا؟ طيب احنا ايش وضعنا من ما يحصل مع تركيا؟ طيب احنا نسوي تعامل وتدريبات عسكريه مع اليونان؟ طيب احنا نروح عند الجهه الفلانيه؟ طيب احنا نروح عند الجهه العلانيه؟ وهذه هي المشكله، هذه هي المصيبه اللي احنا فيها اليوم. حاله من التوهان، حاله من عدم الاتزان. قصر صوت المايك شوي، مثل هذا. دقيقه، هذا المدير يقول لي قصر صوت المايك. مدير، اشغلت انا. قصر صوت المايك، نقصر صوت المايك كذا ونقصر صوت المايك كذا. الامور تمام كذا؟ طيب في تحسن؟ اعطينا الاجابه يا مدير. طيب اذا ما في تحسن خلاص بنقفل البث ونروح نقول مع السلامه ونلتقي بكم غدا ان شاء الله. الو، الو، الان انا. الو، ايوه، في صوت ازعاج، في صوت ازعاج. انقذنا يا مدير. ايوه، بنجيكم. شو يعني الان ما في صوت؟ ما في صوت. نرفع تكه. تقنيه. دقيقة، في شيء.
ايوه طبعا انت طحت في اكثر خبير موجود في المنطقة، الصوت. طيب الصوت موجود، الصوت موجود اليوم. معلش تحملونا اليوم، لازم تحملونا اليوم. طيب تمام ممتاز تمام. طيب معلش يا جماعة الخير، تحملونا بس عشان لين ما نسوي الاتصال، لين ما نظبط الامور ونشوف ونخش. نزلته حيل اول شيء. طيب الحين تمام. طيب انا عشان بس الضيف اذا اتصل علينا لاني سامعين تشويش، يا مدير انقذنا. طيب احنا كنا واصلين فين؟ احنا كنا بنقول ايه؟ طيب هذا هو، رجعنا. ممتاز ماشي. شكرا كل شيء على ما يرام. طيب يا حبايب، طيب وصل. شكرا. طيب الاختصار شديد، احنا عندنا اليوم إدارة في المملكة العربية السعودية. هذه الإدارة باختصار شديد لا تعرف أين تتمركز ولا أين تقف. لكن واحد يسألني يقول لي هل تتوقع مستقبلا أن يكون هناك خلاف بين السعودية والإمارات الإدارتين؟ نعم، كله متوقع، وهذا أمر طبيعي يحصل في عالم السياسة. طبيعي جدا أنك تجد حالة الخلاف هذه، طبيعي جدا أنك ستصل إلى مرحلة من التصادم، لأنه في مرحلة من المراحل ستتضح للجميع، يا أنت تدير الأمور يا أنا أدير الأمور، يا أنت تسيطر يا أنا أسيطر. وهذه المرحلة ستأتي شئنا أم أبينا. كثير من الناس يلاحظ ويقولون أنه الإرادة السعودية غائبة، محمد بن سلمان تمت السيطرة عليه من قبل الإمارات وإلى آخره. طبعا هذا كلام يقال خلف الكواليس، لكن الظاهر أمام الناس أنه في علاقة قوية، أنه الأمور على ما يرام، أنه الوضع ماشي زي الفل، والسعودي إماراتي والإماراتي سعودي. لكني أنا أؤمن إيمانا تاما أن الإدارة الإماراتية الحالية ومن يحكم الإمارات والله لا يتمنى الخير للسعودية. وما هذا الكلام الذي قال له ضاحي خلفان أو ما يكتبه غيره يأتي في دولة مثل الإمارات بدون توجيه. الإمارات ما يحصل في هذا الكلام بدون توجيه. من أجل ذلك لا يمكنك أن تفسر أي خطاب يكتب واحد أو تغريدات وتقول قدح من راسه. إذا إحنا، خليني أقول لك على شيء، إذا إحنا عندنا الوضع مقفل 99% ونتنفس من 1%، الإمارات مقفل عليهم 100%. الإمارات مقفل عليهم 100%. لا يوجد عندهم منسم يتكلمون. فلا تتصور ولا يقنعك شخص أن واحد زي ضاحي خلفان يتكلم في وقت من الأوقات أو يصرح دون أن يكون لديه ضوء أخضر من مسؤول، دون أن يكون لديه إشارة من مسؤول. ما في أنه واحد قال له صحي من النوم ضاحي خلفان وفجأة قرر أنه ينتقد السعودية. لا. مين يصدق الكلام هذا؟ في أحد يصدق الكلام هذا؟ هل تصدق أن ضاحي خلفان استيقظ من النوم اليوم ولا أمس وقرر فجأة أنه يتكلم وينتقد المملكة العربية السعودية؟ أنا أعتقد أنه كثير من الناس لا يستطيع أن يتقبل أو يصدق مثل هذا الكلام. واحد زي حمد المزروعي ما يطلع ويقدح من راسه، واحد زي ضاحي خلفان ما يطلع ويقدح من راسه. إذا ذبابنا حلو على علاته ومساوئه حلو، لما يتكلم كلمة ويقول جملة محسوبة عليه، ما بالك واحد كان مسؤول كبير وما زال له صوت وله كلمة وله تأثير في دولة الإمارات، فيخرج اليوم ويسيء للناس. تلقى تغريدات من بعض الحسابات الوطنجية السعودية الكبرى ترد على ضاحي خلفان، يعني يا ضاحي خلفان والله زعلتنا، والله يا ضاحي خلفان أحرجتنا، والله يا ضاحي خلفان ما كان هذا العشم. وما تقول تعرف ما تقول لنا صاحب
فاهم كيف؟ فهم الآن جالسين في هذه الحالة يعني. فكان العشم أكبر، ألا كان العشم أكبر. هذه كانت النظرة لضحي خلفان. طيب ليه يا ضحي خلفان تسوي فينا كذا؟ ليه يا ضحي خلفان تجرحنا؟ يا ضحي خلفان احنا نقدر نحمي نفسنا، صحيح اننا احنا كنا نقول السعودي اماراتي والاماراتي سعودي، بس انت جرحتنا لما قلت الكلام هذا. والله يعني زعلتنا. بقول لكم على شيء، ترى السيديهات حقت كثير من الصحفيين والاعلاميين السعوديين موجودة في ابو ظبي، مأخوذة من دبي وبقية الامارات والهذا وموجودة في ابو ظبي، داخل الموضوع مولع. لا تحسب انت بكرة ترى في اعلاميين سعوديين بكرة بتشوفوا يهاجموا السعودية. حتصحى في يوم من الايام وتستيقظ وتجد انك ارتكبت حماقة كبرى حينما جعلت خط الدفاع الاول المفترض، خط الدفاع الاول عن الشعب وعن الحكومة وعن الادارة وعن الوطن وعن يكون الاعلام. انا اول مرة اشوف واحد اعلامه مستعار، اول مرة اشوف واحد يعني تخيل كده معايا كندا حاطه كل استديوهات CBC والقنوات الكنديه والفضائيات الكنديه موجوده في امريكا او موجوده في فرنسا. يصير الكلام ذا؟ ما يصير. تخيل قطر حاطه قناه الجزيره في البحرين. يصير الكلام ذا؟ ما يصير. تخيل قناه مين قنوات محسوبه على اي دوله في العالم. هذه جديده. احنا عندنا ما زال الى اليوم اعلام السعودي ما زال حتى هذه اللحظة يسيطر عليه من قبل الإمارات، موجود في الإمارات. طبعا سمعت أنه في خطوات لإعادة نقل الموضوع إلى المملكة العربية السعودية، لكن حينما تأتي هذه اللحظة لحظة التكاشف والتفاضح. وأنا بقول لكم هي إذا ما جت اليوم تجي بكرة، إذا ما جت بكرة بتجي بعده، إذا ما جت بعده بتجي بعد شهر، بتجي بعد جاية. لأن الإمارات تصرح بأن لها الحق في حقول النفط والغاز السعودية. عيني عينك. لأن الإمارات تقول بأنه يوسف العتيبة يخرج يقول نحن أقوى جيشين في المنطقة، نحن نتقارب ونقدم وندعم لإسرائيل، نحن من يفعل ويفعل ويفعل ويفعل. لأجل ذلك انتظر اللحظة اللي بتجي في وقت من الأوقات وكثير من الناس بيرجع ويعيش حالة صدمة وقتها من الإمارات. إيش اللي حاصل اليوم؟ ما ندري، ما نعرف. لكن أنا أتمنى أنه تتحرر بلادنا من أي سطوة خارجية. نحن كنا في وقت من الأوقات نقول ما نبغى أمريكا تسيطر علينا، ما نبغى بريطانيا تسيطر علينا، ما نبغى روسيا تسيطر علينا، ما نبغى الغزو المش عارف إيش، الغزو الإيراني، الغزو التركي يسيطر علينا. بس جديدة هذه، إنه ما نبغى الإمارات حتى تسيطر علينا. هذه حالة ما قد وصلنا لها، صح ولا لا؟ طيب الآن أنا بخش من موضوع الإمارات إلى موضوع آخر. أبغى أدخل إلى موضوع آخر وهو موضوع مهم، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونسوي اتصال. وقولوا لي فين المدير؟ يقول لي إذا صوت الضيف واضح. السلام عليكم. يا هلا ومرحبا. ضيفنا هل تسمعني؟ لا تسمع شيء. طيب كيف تجاوب وانت ما تسمع شيء؟ الصوت مرة مو واضح ابدا. يا هلا. الو. هل تسمعني؟ ظاهر الميكروفون عندك مسكر. خليني نشوف ظاهر الميكروفون في مشكلة. حول الشاشة. ايوه. الو. ايوه. ضيفنا نشوفك بس ما نسمع. انت حاط ميوت. طيب احنا خايفين نطلع شيء ولا شيء. ضيفنا ما يسمع الصوت. نعيد اهلا وسهلا. يلا الضيف. يا هلا.
الو، قفل الصوت قفل الصوت. ما اسمع. في مشكلة بسمع الصوت. الآن صوتي واضح؟ ما اسمع شيء. ما يسمع شيء. لا. تفضل. شغال. عندنا مهندس. مهندسنا تفضل. مهندس. هل في مشكلة في الميكروفون؟ ممكن. هي. طيب يعني الآن باليوتيوب اسمع عادي، ما في مشكلة. طيب الآن كيف؟ أنت الآن سامعني؟ الو ألو، هل تسمعني الآن؟ احنا لما نطلع صورتك الحلوة كذا مع الناس في الهذا. الو، في صوت تشويش أبغى تسمعها. المشكلة في السماعة اكيد. حنطلع الضيف ما تخافوش. حيطلع الضيف إن شاء الله. عندي ولا عندك المشكلة؟ المشكلة عندي. طيب أنا أسمع صوتك ترى. أنا أسمع صوتك بس هو ما يسمع صوتك. هو ما يسمع صوتك، هو ما يسمعني في الهذا. طب أنت تسمع في اليوتيوب؟ حناخذ. المشكلة عندي ولا عندك؟ أنا أسمع صوتك، تسمع صوتي الآن؟ أشر لي إذا المشكلة عندي ولا عندك. أنا أسمع صوته بس هو ما يسمعني. هو يسمعني من اليوتيوب فقط على ما يبدو. أنا أسمع صوت سكايب عادي كل شيء، لكن صوتك ما أسمع. لما كنت مساعد تتكلم باليوتيوب أسمع صح من خلال سماعة ثانية، لكن الحين ما أسمع كلش. هي بس. أيوة. طيب. الآن في صوت الحين. طيب جميل تسمعني الآن. صوت هواء عالي مو صوت كل. تسمعني الآن. طيب طب واحد اثنين عد معايا من هنا لهنا. مفيش. ما أسمع. في صوت تشويش قوي، لكن ما أسمع صوتكم. سنقوم بإقالة فريق التقنية. طيب طيب ما يسمعني هو الأستاذ. طيب أنا سأقوم بإكمال الموضوع. خلاص نرجع احنا نسوي اتصال. كنا نبغى اتصال يكون مرئي وصوتي. الآن نسوي اتصال بالصوت فقط. بسم الله. طيب خلينا نشوف. السلام عليكم. عليكم السلام. يقول لك الجود بالموجود. هل الصوت واضح الآن؟ واضح جدا. طيب تمام. طيب احنا الآن باختصار شديد، أنا كنت والله كان ودي إني أطلعك يعني صوت وصورة، لأنه صورتك كفاية. لا برضو يعني الناس يشوفون هذا القمر يطلع معهم على البتاع. طيب ايوه. أتمنى أنكم إن شاء الله أنكم بخير وأموركم طيبة ووضعكم على ما يرام. طيب رجعنا يا إخوان. الحمد لله. بسم الله. طولوا بالكم علينا اليوم، وحتى الضيف
نبغى يطول باله علينا لانه انا عندي عده اسئله. ماشي. حاضر. في ناس يقولون رقمك طلع في الشاشه، عندك مشكله ان رقمك يطلع على الشاشه؟ يعني يعني بيخترقونك في اي لحظه يعني. لا بس لا يدق علي هذا شيء. طيب ان شاء الله انك بخير. طيب يا حبايب، الحمد لله. انا عندي باختصار شديد اريد ان اقول يعني سؤال. السؤال الاول ابغى ابدا معاك بشكل صريح للناس اللي يتابعون الحاله في الكويت والناس اللي ما يعرفون الوضع في الكويت، لانه مهم جدا ان نسال ومهم جدا ان الناس تفهم. على كل يعني اتمنى ان لا تغضب مني من هذا السؤال. من خلال معرفتي فيك ومعرفتي بكثير من الاشخاص في الكويت، انتم كنتم مقاطعين للانتخابات حينما انطلقت الانتخابات، انتخابات المجلس الأمة الكويتي، كنتم مقاطعين. وكثير من الناس اليوم يلومكم ويقول يعني هذا السبب المقاطعة، أنكم لم تشاركوا، أنكم لم تتفاعلوا، أنكم لم تدعموا العملية الانتخابية التي جرت، سببتم بشكل أو بآخر في إضعاف المشهد السياسي في الكويت. وهذا الحال الذي وصلنا إليه اليوم بعد 2 أو 3 أو 4 أشهر. تفضل. مقاطعة انتخابات مرت بمراحل في الكويت. بدأت المقاطعة منذ 2012 لما وصل إلى مجلس الأمة، وصلت أغلبية معارضة لسياسات الحكومة عندنا في الكويت. تمام. فراحت الحكومة أو المحكمة الدستورية وألغت نتائج الانتخابات بسبب خطأ في دعوى إجراء الانتخابات. تمام. احنا كموقف سياسي، هذا موقف قانوني، احنا موقف سياسي، الشعب في ذلك الوقت غالبية شعبية قاطعت الانتخابات، غالبية الشعب قاطعت الانتخابات، وكانت تقول هذه الغالبية من الشعب أن ما حدث يعتبر مهزلة وإلغاء لإرادة الأمة، وهو نوع من استفراد السلطة بالحكم. فقاطع أغلب الناس في ذلك الوقت، وإحنا من اللي قاطعنا كقوة سياسية ولا نشطاء ولا رموز سياسية. تمام. ثم بعد ذلك أجريت انتخابات على أساس نظام الصوت الواحد، وألغي نظام الانتخابات اللي كان موجود سابقا. وهذا الإلغاء من الحكومة حتى تستفرد الحكومة بنتائج الانتخابات. فأنت لما تغير النظام الانتخابي راح تغير المخرجات اللي تطلع. تمام. لما تعطي الناس صوت واحد مو مثل لما تعطيها إمكانية الاختيار 4 أصوات أو 10 أصوات. المهم فغيرت التشكيلة الانتخابية وجاءت مجالس سيئة، واستمرت المعارضة في مقاطعة الانتخابات. بعدين الناس، الشعب عموم الناس وبعض القوى قالت يا جماعة احنا إذا قاطعنا راح تستفرد السلطة وأتباع السلطة بالمشهد مجلس الأمة ويقررون القوانين على كيفهم، وبالتالي احنا خلينا الساحة لهم. هذا خطاب كان موجود. والخطاب الثاني اللي كنا نتبناه يقول يعني ما يصير أيضا كل ما لعبت وعبثت السلطة بالمجلس وبالقوانين نروح نسايرها ونقول ما يخالف مهما لعبت احنا بنشارك، لابد من اتخاذ موقف. فكان هذا الرأيين شديدين في الشارع الكويتي. بعد سنوات من 2012 تقريبا إلى 2013 14 15 و16 صارت كثير من الأحداث السياسية، وبدأت تزيد نسبة المشاركة وتقل نسبة المقاطعة. وقالت الناس، أغلب الناس قالوا يا جماعة خلاص ما في جدوى من المقاطعة، خلونا نشارك ويعني نؤثر في المجلس أفضل من نترك المجلس للسيئين. هذا كان الشعار يعني. جميل جميل. احنا استمرينا على المقاطعة. تمام. إلى المجلس الحالي. المجلس الحالي بالمناسبة هو مجلس لم يتكرر في تاريخ الكويت إلا في سنة 2012. من حيث إيش؟ إن هذا المجلس يملك أغلبية برلمانية قادرة على إسقاط الحكومة. اليوم اللي في أزمة مش الشعب اللي في أزمة، السلطة اليوم في أزمة مع المجلس ومع الحكومة ومع البرلمان ومع الشعب، لأن اليوم في المجلس غالبية برلمانية قادرة على إسقاط الحكومة. جميل. والحكومة مش قادرة تتشكل، والسبب إيش؟ السبب إنها تحت رقابة الرقابة الشعبية.
طيب معلش، مقاطعاتنا احنا. خليني ارجعك الى اول ما تم تشكيل المجلس الجديد. صارت مشكله كبيره عندكم في التصويت، الناس يتكلمون عن تصويت علني، تكلم عن رئيس المجلس. مرت المشكله الاولى، مرت المشكله الثانيه، الثالثه، الرابعه، الى ان وصلنا اليوم الى شطب او الغاء عضويه او طرد او سحب، سميه ما شئت حسب المصطلح، احد الاعضاء الموجودين في مجلس الامه الكويتي. جميل. صحيح. ما الذي اوصلكم الى هذا الامر؟ اللي اوصلنا لهذا الامر هو التالي، ان السلطه تحاول بكل ادواتها، مره في تدخلها في انتخابات رئاسه المجلس، ومره تدخلها في انتخابات اللجان، ومره من خلال تعطيل المجلس وعدم حضور الجلسات، ومره من خلال احكام المحكمه الدستوريه. شو اللي تحاول السلطه؟ السلطه تهرب منذ تشكيل المجلس الى اليوم، تهرب من مواجهه المجلس، مش قادره تدخل البرلمان، مش قادره تعقد جلسه داخل المجلس. والسبب ايش؟ السبب ان هناك غالبيه في البرلمان، اذا دخلت الحكومه البرلمان سيسقطونها. ورئيس الوزراء هذا الموجود الان توعدت المعارضه باسقاطه في اول جلسه. الان اول جلسه ستعقد خلال الايام القادمه، رئيس الوزراء ما يدري شلون راح يدخل، راح تسقط الحكومه. هو الان شكل حكومتين خلال اقل من شهر. ليش؟ لانه يواجه مشكله حقيقيه. اليوم الشعب في درجه عاليه من الغضب، والبرلمان مضغوط عليه من قبل الشعب، واعضاء البرلمان ما يستطيعون ان يحيدوا عن الخيارات الشعبيه وضغط الشعب. فالشعب اليوم ضاغط بشده ويراقب الحكومه والبرلمان، والحكومه متوهقه، والاعضاء المجلس يعني في ورطه، واعضاء المجلس المعارضه هم اللي رافعين البيرق على ما يقولون. شيء طيب اليوم وصلنا الى قبل كم يوم كان في ندوه، وبسبب هذه الندوه اليوم في اشخاص حسب اخر المعلومات التي لدي انهم ما زالوا في السجن حتى الان. صحيح. اللي صار هو ان هناك ندوه عقدت، واحنا عندنا اليوم حظر جزئي. وحظر جزئي. فالندوه عقدت بعد فتره الحظر، يعني بعد المغرب. ايوه. فالحكومه قالت هذه الندوه يعني خالفت قانون الحظر، وبالتالي احنا على الذين حضروا الجلسه فلان وفلان وفلان مراجعه النيابه. فعلا راحوا النيابه وكذا، وقالوا لهم احنا ما خالفنا، واحنا سوينا مؤتمر صحفي ولا عملنا ندوه اصلا. حضر ناس في المؤتمر الصحفي عدد كثير، وحضر وزير الداخليه، واحنا بناء على اتفاق بين المعارضه والحكومه ان هذا المؤتمر الصحفي يعقد وتجري الامور على ما يرام. راحت النيابه قالت لا، الحكومه قالت لا، هذا مخالف للقانون. فقالت لهم النيابه خلاص انا حققت معاكم، والان كفاله 100 دينار. 100 دينار يعني تقريبا كم؟ 300 دولار تقريبا. اي 100 دينار. احنا كل واحد يدفع 100 دينار. صرت خبره انا بعملاتكم. اي طيب. انت تلعب على كلهم. من ايران وتركيا وقطر والكويت. زين. طيب. فقالوا لهم النيابه كاجراء شكلي رمزي كل واحد يدفع 100 دينار حتى يخرج. تمام. فحضروا الندوه قالوا لا، ما راح ندفع 100 دينار، واذا بتسوي الحكومه شيء سووا، احنا ما راح ندفع. قال يا جماعه 100 دينار رمزيه يعني. قال لا، ولا 100 ولا حتى دينار واحد، احنا ما ارتكبنا خطا، والحكومه هي اللي تخالف، والحكومه تكيل بمكيالين ولا تطبق القانون بعداله، واحنا لا. انا سمعت ان الندوه كانت مرخصه، او هذا الاجتماع كان مرخص او باذن. الندوه لا، الندوه في الكويت ما تحتاج لا ترخيص ولا اذن، يعني تعقد ندوه من غير. بس المشكله انها كانت في فتره الحظر، والحكومه المشكله كانت مستقصده هذه الكتله النيابيه والمعارضه، كانت مستقصدتهم، فتنتظرهم يعقدون هذه الندوه عشان تحاسبهم. فالشاهد ان الان هم في المباحث مش في السجن، مش يعني الواحد يتصور ان السجن يعني اوكي، يعني الان ايقاف حتى هذه اللحظه. حجز، يعتبر حجز الى حين سداد الكفاله. والجماعه منهم الدكتور عبيد الوسمي. طيب السؤال يطرح نفسه، في اكثر من شخص يقول يا اخي كان دفعوا 300 دولار وهذه وخرجوا. لا هذا احنا عندنا هنا في الكويت وهذا الحادث لم يتكرر، مش مره واحده. ايوه، انا بس بفهم النقطه هذه بس، لانه مهم الناس، في كثير من الناس يعني مهتمه تبي تفهم الجزئيه دي. لا احنا عندنا مشكله ان نعتبر هذا الدفع المبلغ هذا وان كان رمزي، هذا انتهاك لحقوقنا
الطبيعيه وحقوقنا الانسانيه وكرامتنا. شلون انت تدفعين 100 دينار عشان تخالفين على ندوه من حقنا ان نعقدها؟ واحنا اقرارنا بدفع ال 100 دينار هذه هو اقرار بحقك في محاكمتنا، وهذا ما نسحق فيه. والحكومه ما راح تقدر، يعني انا اقول لك بكره ولا بعد بكره راح يطلعون يعني رغم ان الحكومه ما فيها كلام. جميل. يعني انت تتوقع انه هذه الاسماء ستخرج؟ طبعا ما فيها، ما هي مطوله يعني. لا تستطيع الحكومه تحمل حجم. طيب الناس اليوم يعني في مثلا شخص يعلق يقول لي يا اخي انا جيت اليوم اتابع المشهد ايش صار في الكويت، يقول لقيت قبائل داخله وشيوخ قبائل يتكلمون وبيانات طالعه خارجه، مش هذه يعني صوره ممكن تكون مشوهه للديمقراطيه او لعمليه سياسيه في البلد؟ في اللي يخليها مشوهه للقبائل، هذا مكون اجتماعي. ايوه، مكونات اجتماعيه معتبره في المنطقه العربيه عموما وفي الكويت يعني وفي منطقه الخليج خصوصا. يعني هذا مكون اجتماعي اكيد راح يتدخل في العمليه السياسيه. انت تتكلم عن قبائل يعني تبلغ عددها 10% من السكان. فالقبيله لما تستنفر اكيد يعني هذا طبيعي. صحيح هو الاستنفار، يعني مثلا اعطيك يعني الموقف هذا ليش تحركت القبيله؟ القبيله ما تحركت والله لان استجواب ولا لان اختلاسات، ولا مو هذا السبب. القبيله تحركت لان السلطه انتهكت عرفا اجتماعيا. الندوه كانت في يعني انتم القبائل عندكم تخش في الشغل هذا يعني. طبعا اذا العرف الاجتماعي مثلا هذه الندوه كانت في ديوانيه قبيله من القبائل الكريمه، قبيله العوازم. ايوه تمام. فالندوه عقدت هناك، فيعتبرون من حضر الندوه ضيوف عند القبيله. ولذلك اليوم امير قبيله العوازم صدر بيان كان شديد ويقول ان هذا انتهاك لكرامه الديوانيه والضيف اللي جاي له. عمليه ما هي عمليه سياسيه، لا انتم وسختوها يا الحكومه. وبالتالي القبائل كلها متضامنه مع هذا العرف الاجتماعي. هل افهم من كلامك هذا انك انت تقول انه القبائل يحق لها ان تلعب دور اكبر في العمليه السياسيه في اي بلد تتواجد فيه؟ طبعا هذا طبيعي يعني اكيد راح تتعامل، لكن كيف تتعامل؟ شنو حدود التعامل؟ ايوه. يعني مثلا اعطيك مثلا، اليوم عندنا في الكويت مجموعه من القوى السياسيه والاحزاب، تمام؟ كل هذه الاحزاب تدخل في كل حزب في فئه من هذه القبيله. القبيله ما راح تتوزع على الاحزاب وتقول يلا كل واحد يصوت لا. ابناء القبيله مثلا قبيله مطير مثلا، قبيله مطير في الحركه الدستوريه، وقبيله مطير في تيار المنبر الديمقراطي، قبيله القبيله ما الخيارات السياسيه لابناء القبيله كل واحد يتوجه فيها. لكن انتهاك العرف الاجتماعي هذه مساله ما عادت مساله سياسيه، هذه مساله اجتماعيه. وبعدين اضافه الى ذلك ان القبائل طالما لها حق. انا اللي شايف احنا في مكان ما دائما يخوفونا من القبائل، مع انه انا شايف اليوم في الكويت على العكس القبائل هي من تريد تطبيق النظام وتحقيق العداله، والسلطات يعني هي التي تمارس الانتهاكات. طبعا القبيله مكون اجتماعي، انت ما تقدر يعني يا جماعه يعني ما اكلوا بعض القبائل عندكم؟ لا ولا راح ياكلون بعض، هذا ما اقدر. القبائل ما تاكل بعض، كلها بينها وبين بعض انساب واصهار وجيره، ما يمكن يعني في احترام. القبائل اكثر قدره على ضبط الوضع من اي ظرف. يعني القبائل كان صار الغزو والقبائل موجوده ما تضررت. هذا اليمن اليوم كلها قبائل، ما شفنا قبائل هجمت على قبائل ثانيه. اللي يهجم على اليمن ما هي القبائل، يهجم على اللي يجيب الطيارات ما هي القبائل. اللي يظن اليمن اليوم هي اكبر مكونات قبليه واكثر تشدد قبلي من الخليج، هذا هم اللي يعطيهم الفلوس والمرتزقه كذا، ما هم القبائل. القبائل كل واحد حافظ منطقته وحافظ جيرته ونسبه وصهره. فالقبيله هو ضمانه استقرار في دولنا هذه. والله يا اخي انا ودي انا بسالك سؤال اخير، ودي تكمل. انا في واحد كويتي كان يكلمني اليوم، والله واحد عزيز على قلبي، فقال لي الكويتيين ما ادري هو انت ولا غيرك، والله قال لي احنا نحب الكلام. لا انا واحد صاحبك قلت سالته عن سر انتشار الكويتيين في كلاب هاوس وكذا، قال لي احنا نحب الكلام لغرض الكلام مش بس عشان لتحقيق امور اخرى. هل توافقوا على هذه الجمله او ترى انه يعني لا هذا يعني الواحد من نوع من التدمر. الكويتيين خليني اقول لك شيء،
يتكلمون لان عندهم سقف الحريه عالي، ينتقد الحكومه والسلطه والاسره الحاكمه، وما عندنا اي مشكله في هالكلام ابدا. ونعتقد ان الكلام واثاره النقاش والحوار هو نوع من المساهمه في الوعي العام، وهذه قضايا تمس الناس وعلى الناس كلها ان يخوضوا فيها. تمام؟ وبالتالي هذا النقاش اللي يصير. لكن هل ما خرج الكويتيين؟ بالمناسبه الكويتيين خلال ال10 سنوات الماضيه، طبعا تاريخهم كله، بس خلينا نتكلم عن 10 سنوات الماضيه اللي احنا ندركها. طيب. خرجوا الى الشوارع بعشرات الالاف في نسبه لم تبلغها اي دوله عربيه في الربيع العربي كله. في مظاهره خرج فيها اكثر من 100,000. هذا الكويتيين لا خرجوا مره وثنتين وثلاث واربع وعشر، وهم ما خرجوا يعني خرجوا من حاجه ولا فقر ولا ما عندهم رواتب ولا لا عندهم كل شيء، لكن خرجوا يطالبون بكراماتهم، ما يبون عبث السلطه ونعبث السلطه لثروه البلد. سؤال اخير، في واحد قرأت تغريدته يعني شخصيه يعني كويتيه مؤثره، يقول اشعر وكانها اجواء 2009. انا ما فهمت ايش يقصد، اشرح لي. 2009 كان بدأ حراك في الكويت قبل الربيع العربي، قبل الثورة العربية اللي بدأت في تونس بأشهر، وكانت بداية تحرك لإسقاط رئيس الوزراء ناصر محمد الصباح. أيوة. فبدأ التحرك في ذلك الوقت، وتم إسقاطه في سنة 2011، يعني بعد سنتين من الحراك المتواصل والضغط في الشارع. رغم أن ذاك الوقت الأمير الراحل صباح الأحمد خرج في الصحف وقال ان ناصر المحمد اللي هو من الاسره طبعا قال لن يستقيل ولن اقبل، واذا استقال لن اقبل استقالته. يعني في الصحف اعلن بشكل واضح، وكانت المطالبه الناس باستقالته سوء العمل والاداره. فايش عمل الناس؟ يعني مو حرام عليكم تخرجون على رئيس وزراء. ما قالت سمعا وطاعا وولي الامر وكذا، لا، قالوا الامير له الحق في ان يعينه، وله الحق في اعاده تعيينه، واحنا لنا الحق في رفضه. فخرجت عشرات الالاف بالشارع الى سقط بعد 6 ايام. اسقطت رئيس الحكومه. طيب طبعا اسقط رئيس الحكومه، وصار رئيس الحكومه سابق لاول مره في تاريخ الخليج كله. ما مو حرام طيب الخروج على ولي الامر كذا شيء؟ ما عندكم احد؟ لا، احنا عندنا في الكويت، شوف، عندنا الكويت ما في احد يطالب باسقاط النظام، لأن هذه المسألة ما هي مفيدة بالنسبة للناس، ولا ترى أن هذا إسقاط النظام سيعدل من الوضع. الناس تعتقد بهذه الطريقة، مش لأي أسباب أخرى شرعية ولا غيرها. أما ولي الأمر، ما ولي الأمر هذا اللي يقولها بس يعني مجموعة من الجامعيات تحركهم المخابرات ولا المباحث. طيب انا بس عشان الحوار هنا الناس جالسه تسمع يعني، فاهم، اختلاف ثقافات. انا موجود عندنا اكيد سعوديين، موجود كويتيين، موجود قطريين، اماراتيين جالسين يسمعون يعني الناس. هل وضع الكويت اصلا يحتمل خلال الفتره القادمه مثل هذا التصعيد ومثل هذا الشد والجذب، وانه الناس تولع وتسخن وكذا؟ هل هذا مفيد لاحد؟ لا والله، ما الوضع ما يتحمل. مفروض الوضع استقرار اكثر. أيوة. مفروض الوضع نهتم في التنميه، في حفاظ على البلد في ظل اقليم مضطرب. لكن المشكله ان السلطه مش عاوزه تجيبها لبرا لما يقولون المصريين يعني. السلطه يعني لما اموال الناس، مثلا يجي وزير حرامي ولا واحد من الاسره يسرق، استغفر الله، ولا وزير سابق، لما يسرق على مسؤوليتك. احنا ما حدودنا ما نتكلم فيه. على مسؤوليتي. وزير الدفاع السابق الان بالسجن المركزي، هذا اللي توه. ايوه، هذا وزير الدفاع قال عنه الامير الراحل ذراع اليمين، الان هو في السجن المركزي. حتى احنا في السجن. طيب اوكي كمل. سبب الضغط الشعبي انه ما يتحمل وجود هذه السرقات بهذا الحجم والناس تسكت. جميل جدا. انا ابو زياد اشكرك على هذه المداخله. كان ودي ان نطلع صورتك ووجهك في هذا، بس خانتنا الظروف على كل حال في التقنيه. تفضل. في كلاب هاوس. ايوه، زين، يمكن يكون في سناب، يمكن يكون ايوه، احط العنوان في سناب ولا يعني ما كفاك الكلام اللي قلته الحين هنا؟ لا، مو انا ما كفاني. الناس اذا تستمع وتشوف الوضع الكويتي شلون يعني. مثلا طيب جميل. غرفه، ايوه، غرفه فيها اكثر من 8000 الفل صح مستمع، يعني ما حد يقدر يدخلها من كثر الناس. فاللي بيستمع المشهد الكويتي ممكن يدخل
كلاب هاوس ممكن يبحث عن الناشطين الكويتيين ويطالع شو قاعد يصير. بالمناسبة أنا مدحتكم وكذا يعني، قلت ما شاء الله تبارك الله، ثاني يوم والناس معتقلين وممسوكين وكذا. هل توقع عيني حارة ولا هذا مو مني؟ لا هذا حراك طبيعي وتضحيات يجب ان تقدم للصالح العام، هذا ضروري. كلنا اما نعتقل ولا نضرب بالقوات الخاصه ولا كذا، لكن بالنهايه احنا شعب واحد وانتصافه فيما بيننا يعني. عرفت؟ حبيب قلبي ابو زياد، شكرا جزيلا لك على مشاركتك ومداخلتك، تحياتي لك. الساعه المباركه لكم واللي يستمع لك. ومعليش سهرناك اليوم. تابعوا ابو زياد على حسابه في السناب الطارق ALTARIQ دات 2009. تحياتي لكم جميعا، اهلا وسهلا. طيب حبايبنا حياكم الله، نرجع لكم مرة أخرى، عدنا إليكم. أنا مهم جدا إني أتكلم عن الكويت، مهم جدا إني أتكلم عن الكويت. أتكلم عن الكويت عشان أضرب مثل، عشان أقول للناس ترى اسمع، تراهم زينا نفسنا، ناس نفس العوائل. عتيبة موجودة، شمر موجودة، مطير موجودة، الهواجر موجودين، قحطان موجود، كثير من القبائل موجودة في الكويت، موجودة في السعودية، سبيع موجودة، يعني نفسهم عندهم عينين. كل مواطن كويتي عنده عينين وعنده خشم وعنده اذنين وعنده قلب ورئتين وكليتين. ناس طبيعيين زينا زيهم، لا قبائلهم اكلت بعض ولا نهشوا لحم بعض ولا طلعوا يسحلون بعض في الشوارع ولا شفنا اي شيء من هذا الكلام كله. على العكس تماما، اليوم جالسين نشوف مثال قوي جدا في توحد كلمة كل القبائل والوجهاء والأحزاب والجماعات والفئات والمؤسسات يتكلمون برأي واحد، أنهم يطالبون بتحسين وإصلاح الوضع الحالي، وطبعا بكل تأكيد إخراج الأشخاص اللي اليوم موقوفين ماشي وتحقيق إصلاحات أخرى. أنا ما بطول عليكم في هذه الجزئية، كنت سعيد جدا باستضافة، عشان كذا قلت تابعوا اللي يصير في الكويت، تابعوا اللي يصير في الكويت. إذا ما تبغى تستفيد على الأقل تحارش الكويتيين، ترى الكويتيين حلو انك تحارشهم. يعني تروح تحارش كويتي ما يرد عليك بهذا، يقول لك الدستور يقول والدستور كذا والدستور كذا. حلو المحارش هذا، انك تطلع انت ايش عندك وانا اطلع ايش عندي، انت تنتقدني في اللي عندك وانت انتقد الفساد اللي عندهم، خلهم ينتقدون الفساد اللي عندك. شيء جميل جدا. خلي الناس تشوف، خلي الناس تتكلم، خلي الناس تعبر. الواحد لما بيشوف واحد زيه ولد عمه في المكان الفلاني ما بينه وبينه الا خط حدود برية، يعرف انه باستطاعته ان يقول مثل هذا الكلام. وما شاء الله. طبعا ما شاء الله تبارك الله، انا لازم اكرر واقول ما شاء الله تبارك الله عشان لا احد يجي يقول ايش، يقول انت سكت الكويتيين عين وصار فيهم اللي صار. نخش على الموضوع المهم، موضوع الرئيسي اليوم ابى اتكلم فيه. لا ما تخاف، كل الامور على ما يرام. خرج تصريح لكوشنر، وهذا التصريح بامانه احزنني. كوشنر احد ابرز الاسماء التي ساهمت في اداره سياسه امريكا في الشرق الاوسط خلال ال4 سنوات الماضيه، جالس اليوم طالع يتكلم وينظر علينا تنظير، يقول اللي يقول من كلام ما همني. لكن الجزئيه اللي احزنتني في كلام كوشنر حينما وصل، انا والله ان شاء الله اني احاول اضبط اعصابي واضبط لساني معاكم اليوم، لانه تصريحات كوشنر كانت مستفزة جدا، ومستفزة لكل شخص في صدره ذرة حرية وكرامة. يبدو أن محمد بن سلمان قال لكوشنر يعني تكلم بلساننا أو خذ راحتك، يعني تمون. وترى الشعب السعودي 1 2 3 4 5 6 7 8. أنا من أول شايف واحد قاعد يسب هنا في المنشن الخاص. شد حيلك وبإذن الله المرة الجاية بيزودوا لك الراتب. أنا لن أطردك من البث ولن أخرجك منه، أنا باك تشد حيلك وباك تطرح أسئلة ذكية، أسئلة تخلي المتابع اللي يجلس يقرأ يقول أوف إيش قال فلان. لا تستمر في السب والشتم لأنه بس يصير فيه تشويه. لا، أبغاك تسأل أسئلة محرجة، اللي قاعد يتكلم أو اللي جالس يستمع ويقرأ يقول والله كلام صحيح. فهمت؟ فطور من أدائك وطور من أسلوبك عشان بإذن الله سبحانه وتعالى تأخذ ترقية في أسرع وقت ممكن. كوشنر يبدو لي أنه محمد بن سلمان جلس معاه وقال له أن الشعب السعودي يرى أن إسرائيل ليست عدو لهم، وأن العلاقات مع إسرائيل تصب في المصلحة الوطنية السعودية ويمكن تحقيقها. طبعا هو يبغى يكمل الشغل اللي بداه، ومحمد بن سلمان بكل تأكيد حريص
تماما على أن يبقي هذا الخط، وعلى أن يقول دائما يستخدم هذا الكرت ويقول لهم أنه أنا أريد أن أعيد كذا وأعيد كذا وأعيد كذا. وحتى هذه اللحظة حسب المعلومات اللي قلتها لكم والمعلومات اللي عندي أن الملف هذا معطل حاليا، مغلق تماما. كوشنر يتكلم أشبه بمقاول. أنا أحب أقول كوشنر معلومة، إذا كان محمد بن سلمان يقول لك أن الذباب شوية كم ألف اللي موظفهم معينهم يرفعون ترند ويسبون ويشتمون ويقذفون ويتكلمون على الشعوب العربية وشعب فلسطين والشعوب المجاورة وغيره وغيره وغيره، يمثلون الشعب السعودي، أقول له كذبت. بل نحن ربينا أبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا على أن هذه القضية وأن ما أخذ منا بالقوة سنسترده، وأن آباءنا وأجدادنا في لحظة من اللحظات ماتوا وقتلوا وهم يدافعون عن هذه القضية. فلست أنت من يتحدث بلسان الشعب السعودي يا كوشنر، ولا محمد بن سلمان، ولا محمد بن سلمان. واليوم محمد بن سلمان لو يخرج اليوم مع أي واحد من النظام القديم في انتخابات، مع أي اسم من الأسماء، أي اسم من أبناء عمومته أو من أعمامه أو من جماعته أو سيخسر لو كان هناك في 1% شفافية. فحينما يأتي كوشنر أو غيره وغيره وغيره ويقول الشعب السعودي أصبح مقتنع بكذا وكذا، هنا يجب أن نقول له دقيقة 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 وقف، وبقول لكم على موضوع مهم. لاحظتوا ولا ما لاحظتوا؟ أباكم تركزون معايا وتفهمون لو سمحتوا. تذكرون لما كنت أقول لكم في أسماء سعودية شباب وبنات تم اعتقالهم لهدف واحد، أنهم كانوا يدافعون عن القضية الفلسطينية. اليوم أنا عندي تأكد وبنسبة كبيرة أن مهندس الاعتقالات الأول في السعودية كوشنر. الإمارات، هذا الخط، هذا اللوبي الذي كان يعمل المملكة العربية السعودية. ليش تعتقل واحد زي جميل الفارسي؟ جلست أفكر، عم جميل الفارسي ما كان عنده تغريدات يهاجم فيها الحكومة، ينتقد فيها الحكومة. اسمع معي الكلام. ما كان عنده تغريدات ينتقد فيها محمد بن سلمان أو الملك سلمان، لا، على العكس تماما. لما تيجي تعتقل واحد زي هذا، ليش؟ أنا اليوم هنا أجي أقول لنفسي يا عمر إنما تم اعتقال هذا الشخص لأنه كان مدافعا شرسا عن القضية الفلسطينية. هل تعلمون والله العظيم، خلوني أرجع لكم شخصية مثلا تحسب، البعض يحسبها من التيار الليبرالي في السعودية. هل تعلم أنه الذباب السعودي أخذ بوستات لنسوية سعودية أو حقوقية سعودية معتقلة اسمها لجين الهذلول، وجلس يترجمها من العربي للإنجليزي وهي تنتقد إسرائيل؟ والله العظيم أخذوا تغريدات للجين الهذلول وهي تنتقد الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل وترجموها من العربي للإنجليزي، ويقولون لهم انظروا أيها الدول الغربية أنتم تدافعون عن هذه. عصام الزامل كان من أشرس المدافعين عن القضية الفلسطينية، عوض القرني كان من أشرس المدافعين عن القضية الفلسطينية، سلمان العودة كان من أشرس المدافعين عن القضية الفلسطينية، علي العمري كان من أشرس المدافعين. وقف. واحد يقول لي يا عمر بس هذول لهم أنشطة حقوقية وسياسية. سأعطيك اسم متأكد اليوم أنه هذا الشخص في السجن، هذا الشاب في السجن لموقفه من القضية الفلسطينية، ألا وهو عبد العزيز العودة. عبد العزيز العودة. شكرا لك. شوف هذا اللي كاتب الاسم، ولد كان يتكلم مرة، كان مبتعد عن الشأن السياسي السعودي، ولا يعلق على الأحداث، ولا ينتقد محمد بن سلمان، ولا ينتقد. اليوم تفهم ليش الأصوات هذه أخرست وكممت وقيل للناس لا تتحدثوا حتى تفرغ الساحة ويصدر فيها السفلة. وبعد السيطرة على ترند أطلع فيه الهاشتاجات الإباحية، وأطلع فيه هاشتاجات تطبيل لمحمد بن سلمان، وأطلع فيه هاشتاجات فلانة تزوجت وفلانة راحت وفلان أكل وكم تأخذ وكم تسوي ومش عارف، وهاشتاج موجب وهاشتاج سالب حلو. كل هذا الكلام موجود، وفي ذات الوقت أصدر لك سب وشتم واختلق لك معارك وهمية. من أجل ماذا اعتقل هؤلاء؟
من أجل هذه اللحظة، حتى يخرج جارد كوشنر محمد سبا يقول لا انظر، هذا اليوم هذا الشعب السعودي، ادخل الترند وشاهدهم، لا أحد يحب فلسطين، كلهم يحبون إسرائيل. ثم يصدروا لك أسماء شخصيات تطلع تتكلم. واحد يتكلم لك بالعبري زي لؤي الشريف. لؤي الشريف خليني أتكلم بس، وصلت به المرحلة في وقت من الأوقات أنه ينكر أن المسجد الأقصى أصلا هذا لنا. تصدر هذه الأسماء. الآن الناس تطلع يقول لك لا قضية مش مهمة، أنا لا أهتم يا أخوي، حنا نبي نركز على السعودية، ما نبي قضايا يمين ويسار. أنت حتى ما فرحت تركز في السعودية. أنا يهمني مطعم شاورما بالرياض أكثر من ما يهمني فلسطين. أنا يهمني مطعم برجر في حايل ولا يهمني. طبعا هذا الكلام تقرونه، هذا السفلة يتكلمون بنفس السردية اللي يتكلم بها العدو. وعلى فكرة الكلام هذا لما تيجي تردده وتقول حقوق وما حقوق وترجع للتاريخ، بيقول لك أنا أجدادي كانوا موجودين في المدينة. أجدادي كانوا موجودين في المدينة، رجع لي المدينة. انتبه، بيقول لك أنا أبغى حدودي مش هنا، حدودي إلى شمال القصيم، حدودي إلى شمال القصيم تماما. يعني يصير عندك هنا إسرائيل والقصمان هنا بينهم خط. طبعا هذه ستكون نهاية دولة إسرائيل. بس هذا مخطط موجود، كلام موجود. فكوشنر اليوم جالس يتكلم بلسان المقاول، جالس يتكلم بلسان المقاول اللي قاعد يسمسر على حساب الشعوب، ويتكلم بلسان الشعوب، ويتكلم باسمنا، ويتكلم بلساننا. من أنت يا كوشنر؟ من أعطاك هذه الأحقية التي تتحدث؟ اسمع، يقول التطبيع بين السعودية وإسرائيل يلوح في الأفق. هو حريص طبعا على هذا الأمر، وهو يريد أن يخرج هذا الكرت. أنا لن أكون